السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مش عارفه بتشتروه من بره ازاي؟ ليه بتروحوا بتجيبوا العلبه زي ديت طبعا بتمن وقدره يعني؟ فليه ما تعملوش في البيت بحاجه مضمونه؟ يعني الفراخ مضمونه والتوابل بتاعتك والرز الريزو، الله على جماله وطعمه احلى من بره 100 مره. وحتى الزيت اللي انت بتقلي فيه الزيت نضيف وحلو جدا. ليه ما تعملوش؟ يلا بينا نعمله مع بعض وهنشوفوا سهولته وطعامته وقرمشته. نقول بسم الله ونفتي. جبت الصدور الفراخ المخليه قبلها بيوم. جيت بالليل غسلتها كويس قوي بملح ودقيق وليمون، ورحت نقعاها في محلول اللي احنا بننقع فيه الفراخ، طبعا بشويه سكر وشويه ملح. واي بقى مطيبات عندك، قشر برتقال، قشر ليمون، ورق لورا، حبهان، كوبيبه صيني، فلفل اسود حبوب، زعتر، روزماري، اي حاجه. سبتها من بالليل لغايه تاني يوم الظهر دلوقتي زي ما انتوا شايفينها كده. هصفيها من ميتها، مش هشطفها، هصفيها بس. بعد ما صفيتها هبتدي اقطع فيها، طبعا تل عليها ورق اللورة وكمان الزعتر لازق في الفراخ. هبتدي بقى اجيب سكينه كده حاميه شويه وابتدي اقطع. طبعا صدور الفراخ بتاعتي كبيره فانا مش هقطعها بالطول عشان ما تبقاش طويله قوي، هقطعها بالورب كده شويه عشان تبقى طولها متوسط. والاهم حاجه لما نقطعها ما نخليهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، تبقى متوسطه عشان تستوى معانا وتبقى حلوه. هقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين وبالتخانه اللي انتوا شايفينها. واي زيادات كده نلاقي اي دهون نطلعها، واي زيادات من حروف برضو هنطلعها. وحتت الصغيره هنحطها على جنب، دي مش هتترمى، هنشيلها ونعمل بيها شاورما، او ممكن نفرمها ونعملها كفته فراخ. يعني دي مش هتترمى، دي حلوه قوي، هنعملها اكله تانية. قطعت الكميه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها وشايفين السمك. طبعا ممكن تعمليها عريضه، ممكن تعمليها رفيعه شويه، دي حاجه بقى ترجع لك. شايفه هو السمك ده حلو، اللي هو الطويل، والرفيع ده حلو. ابتدي بقى اشيل قطع الستريبس دي في طبق، ونيجي بقى نعمل التتبيله بتاعتنا. شايفين القطعه بتاعت الفراخ؟ نشيلها تبقى الرخامه بتاعتنا نضيفه. اجيب بوله كبيره واجيب البهارات بتاعتي، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وجنزبيل وزعتر وكزبره ناشفه وبصل بودر وتوم بودر وشويه بابريكا وشويه شطه. ونقلب كل دول مع بعض. طبعا انا حاطه كتير شويه، طبعا حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا عامله بهارات كتير عشان هقول لكم هعمل ايه. هحط في البوله كوبايه حليب ومعاها كوبايه خل، واقلب البهارات بتاعتنا دي، اخد نصها احطها مع الحليب ومعلقه الخل، واسيب النص التاني على جنب. واقلب بقى البهارات مع الحليب كويس قوي، وازودها شويه ميه لو احتاجت، ممكن احط شويه ميه بدل الحليب. واقلبهم كويس قوي واظبط الملح، كانت عايزه شويه ملح حطيت شويه ملح. وابتدي اجيب بقى صوابع الستريبس بتاعتي واحطها في تتبيله الحليب دي، واغطيها كده بالتتبيله كلها وهسيبها. يا ريت تعمليها لو من بالليل لتاني يوم تبقى حلوه جدا. انا هسيبها حوالي 4 ساعات، يعني من بالليل للصبح، لا تسيبيها من 3 ل4 ساعات. ونعمل بقى الرز الريزو مع الستريبس بتاعنا. حطيت حله على النار وحطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، اول ما سخنوا نزلت عليها ببصلايه متقطعه قطع صغيره، بصلايه صغيره مش كبيره. واقعد اقلب فيها لغايه ما تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزه طعمها الحلو. اسيبها كده لغايه ما تدبل. بعد كده انزل عليها بالبهارات، البهارات اللي هي فلفل اسود وكركم وكاري، بصل بودر وتوم بودر وشويه بابريكا ومكعب مرقه. هي دي كل بهاراتنا. وهنقلب بقى البهارات مع البصل لغايه ما ريحتها تطلع. الله على الريحه، الريحه بجد طالعه تحفه، ريحه الكاري بصراحه جميله جدا. بعد ما قلبتهم والريحه طلعت، طبعا اكون غاسله رز عادي مصري وانزل بيها على التوابل، واقعد اقلب بقى كده لغايه ما يتشوح معايا الرز وانزل عليه بصويا صوص وعسل اسود. لكل كوبايه رز معلقه صويا صوص ومعلقه عسل اسود. ونقلب كل دول مع بعض، طبعا نظبط الملح بتاع الرز. بعد كده نقلبهم، ننزل عليهم بالميه، كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه. ونقلبه ونغطيه ونسيبه لغايه ما يتشرب. نوطي عليه 5 دقايق ونطفي. نيجي بقى نعمل الكفر بتاع الستريبس. جبت 3 كوبايات كبار دقيق وحطيت عليهم 3 معالق نشا، والبهارات اللي كنا سايبينها على جنب هنحطها على الدقيق دوت ونقلبهم مع بعض كويس. وهنجيب بولة تانية ونقسمهم على 2، ونجيب بقى قطع الفراخ بتاعتنا نصفيها من التتبيلة بتاعتها، نصفيها خالص وننزلها على الدقيق أول بولة.
طبعًا بُصّوا أنا مش باحط إيدي، أنا باخد كده بالشوكة علشان إيديّا ما تبقاش يعني إيه معجنة، آخد كده كمية مش كلّها وأحط في دي وابتدي بقى أشتغل بإيديّا، إيديّا الناشفة أبتدي أشتغل بيها. وأفضل كده ما اضغطش عليها، أفضل أقلِّب في قطعة الفراخ 3، 4، 5، 6 مرات لغاية ما تاخد الشكل اللي إحنا عايزينه، شايفين؟ أنا ما باضغطش عليها خالص. بعد كده جِبت بولة وصفّيت بيها التتبيلة اللي هي كانت فيها الفراخ، أبتدي أطلّع قطع الفراخ من الدقيق دوّة، خليط الدقيق أنزّله في المَيّة اللي هي المتبّلة. وأطلّع منها أحطها في مصفى يتصفى خالص، بعد كده ما يتصفى أحطها في البولة اللي فيها الدقيق التانية. على فكرة إحنا ممكن نعمل الخطوة دي مرّة واحدة، لكن لو عايزة تزوّدي من الشكل بتاعها تعملي بالطريقة ديّة، بتبقى حلوة جدًا. يعني الأول نحطها في البولة الأولانية اللي فيها دقيق، وبعد كده نحطها في اللي هي التتبيلة اللي كانت فيها الفراخ اللي هي الحليب، نطلّعها نصفّيها نروح حاطينها في البولة التانية بتاعة الدقيق. ونصفّي منها الدقيق كويس أوي، ونكون حاطين بقى الوك على النار أو الطاسة وفيها زيت، أول ما يسخن بس يا ريت ما يبقاش سخن جامد، أول ما يسخن ننزل بيها بقطع الستريبس بتاعتنا، ونخلّي في الأول النار عالية، لمّا تبتدي تدخل في اللون الدهبي نهدّي النار عليها شوية، وما نحطش كتير في الوك أو الطاسة، نحط كام قطعة كده عشان تستوي معانا كويس، ولمّا تتحمر من الناحيتين نطلّعها على شبكة، ما نطلّعهاش على مناديل ورق، مناديل بتطرّيها. نيجي نعمل بقى الصوص اللي هنقدمه مع الريزو ومع الستريبس. هنجيب نص كوباية كاتشب ومعاها معلقتين كبار مستردة، والمفروض معلقة كبيرة عسل اسود. انا بصراحة ما عنديش عسل اسود، كانت معايا عندي معلقة حطيتها في التتبيلة، رحت حاطة نص معلقة صغيرة عسل ابيض وعليها نص معلقة صغيرة اللي هي صويا صوص وشوية شطة وقلبتهم وبقى صوص تحفة بجد. كده خلصنا بقى الرز الريزو بتاعنا، يا جماله يا جماله، الله الريحة بقى والطعم، شايفين لونه؟ لونه تحفة وطعمه حلو جدا ومفلفل كده، لا معجن ولا أي حاجة. نقدمه ونحط عليه الصوص اللي احنا عاملينه، يا جماله تحفة. ونحط فيه بقى الستريبس وجماله مقرمش ومستوي من جوه، واللحم من جوه أبيض أبيض ومستوي تحفة. وممكن تقدميه كمان زي المطاعم بره، الطبق من دوت بمبلغ وقدره. ليه احنا نعمله في البيت ويبقى احلى واطعم؟ اعملي لاولادك حاجه مضمونه في البيت بدل ما تروحي تشتري الحاجه غاليه ومش حلوه وما تعرفيش معموله من ايه. يلا هاتي الفراخ بتاعتك واعملي لاولادك وفرحيهم، وخلي المطعم عندك في البيت وبألف هنا. وعلى فكره لو عايزه تفرزيه تعمليه نص قليه، يعني انا قليت جزء نص قليه، ما قليتوش قوي، قليته نص قلية وطلعته حطيته على الشبكة وسبته خالص. لما برد خالص رحت حاطاه في العلب وشايلاه في الفريزر، اطلعه اقليه تاني نص قلية وبألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.